بقلب في التلفزيون ولقيت مقابلة لإيلون ماسك على قناة اس ان ال، وكان بيتكلم على انه عنده متلازمة اسبرجر. بصراحة الموضوع شدني جدا، خصوصا لما قال انه واجه صعوبات كبيرة جدا في طفولته، زي انه كان بياخد الكلام بنفس معناه، ما كانش بيفهم التعبير المجازي. هو ايه اصلا متلازمة اسبرجر دي؟ بص يا صديقي، متلازمة اسبرجر دي هي اضطراب في النمو العصبي. اسبرجر يعتبر شكل خفيف من اشكال اضطرابات طيف التوحد. الشخص المصاب بيبقى عنده مشاكل في التواصل الاجتماعي، زي صعوبة فهم المشاعر او قراءة تعبير الوش او تكوين صداقات، وكمان في انماط السلوك واهتماماته متكررة ومقيدة. ايه ده، خلاص انا عرفت السر، انا هكون شخص وحيد شوية وهبعد عن صحابي، مش هفهم ولا المشاعر ولا تعبير الوش. طبعا عشان اكون غني زي ايلون ماسك. ما تتهورش كده يا صديقي العزيز، الموضوع مش بالسهولة دي. خلينا اكمل يا صديقي. الجينات بتلعب دور كبير في تكوين دماغ الناس، لكن في نفس الوقت الشخص اللي عنده سبرجر بيكون ذكاؤه عالي شوية وبيقدر يركز كويس جدا، وده اللي شفناه مع ايلون ماسك اللي دايما عنده رؤية مختلفة لأي مشكلة وبيشوف حلول مبتكرة. برغم كل ده ماسك قدر يثبت انه عبقري، وهو عنده 12 سنة بس صنع لعبة كمبيوتر وباعها ب 500 دولار. البداية دي يا صديقي كانت مجرد خطوة صغيرة في مشوار كبير قدر يبني بيه شركات ضخمة زي تسلا وسبيس اكس وغيرهم كتير غيروا شكل العالم. واحد مثلا زي بيل جيتس مؤسس شركة مايكروسوفت، واحد من اعظم رجال الاعمال في العالم، قال في لقاءات ليه مؤخرا انه ممكن يكون عنده صفات بتتوافق مع متلازمة سبرجر. بيل جيتس وايلون ماسك هم نموذجين ناجحين جدا، بالرغم انهم عندهم صعوبات في التفاعل الاجتماعي بسبب متلازمة سبرجر. وللاسف في ناس كتير فاكرة ان التوحد ومتلازمة سبرجر حاجة سلبية او عائق في حياة الشخص، لكن الحقيقة ان المتلازمة ديت ممكن تكون سبب في النجاح لو تم استغلالها صح. الاشخاص اللي عندهم صفات من التوحد او سبرجر ممكن يكون عندهم قدرة في التركيز في مجال معين، وده اللي بيخليهم يحققوا انجازات كبيرة زي ما شفنا مع ايلون ماسك وبيل جيتس. دي نقطة يا صديقي لازم نركز عليها، لانه مش لازم يكون التوحد سبب في الفشل، بالعكس ممكن يكون سبب في تميزهم وابداعهم. ولازم تكون عارف ان في فرق بين التوحد ومتلازمة سبرجر. الشخص اللي عنده توحد بيكون عنده مشكلة في اللغة والحركة، ممكن يعمل نفس الحركة او يكرر نفس الكلمة، وده غير اللي عنده سبرجر زي ما قلت لك في الاول. اللي بيحصل دلوقتي يا صديقي ان الناس بدأت تفهم اكتر عن التوحد ومتلازمة سبرجر، وحاليا في دعم اكتر للناس اللي عندهم المتلازمة دي. لو فهمنا اكتر عن التوحد هنقدر نقدم دعم احسن للاشخاص دي ونساعدهم يحققوا اهدافهم، وده مش بس في المجالات العلمية او التكنولوجيا، ده كمان في كل مجالات الحياة، لان الميزة في الاختلاف مش العكس. واشوفكم في حلقة جديدة.